تعلم أنك مختلف عن الآخرين. لقد وجدت ما تريده. فاستعد لتسافر معنا في رحلة نكتشف فيها السر الذي أخفته الكتب، الجزء الثاني. فسليمان عليه السلام لم يعد بتلك الكنوز، فقد أمر أن تخفى في أعماق الأرض في أماكن لا يعرفها إلا الله، وقال: لا ينبغي أن تفتن بها من بعد، فهذه فتنة، ومن طلبها بغير حق أهلكته كما أهلكت غيره. وهكذا عاد سليمان من رحلته بعد أن دخل عالماً لم يدخله بشر قبله، وبعد أن أقام دعائم الإسلام في أرض لم تعرف لله سبيلا، وجلس على عرشه وحوله الإنس والجن والطير تسبح لله في طاعة ونظام. فسبحان من سخر له كل شيء وعلمه ما لم يعلم، وجعله آية في الأرض ونوراً للمهتدين. انقضت أيام بعد عودة سليمان عليه السلام من أرض الجن، وقد تغير في عينيه من حوله، لا لأن سلطانه ازداد، بل لأن هيبته أصبحت تحمل شيئاً من العالم الآخر، شيئاً لا يرى لكنه يشعر في القلوب. بات الجن المؤمنون يزدادون قرباً منه، يحكون له ما لم يحكي من قبل، ويكشفون له أسرار الجن الذين عاشوا في الظل آلاف السنين، وعرفوا من الدنيا باطنها لا ظاهرها. وكان سليمان عليه السلام يجلس يوما في محرابه بعد صلاة الفجر، حين سمع همسا من الجن الطائعين الذين كانوا في خدمته، وكان أحدهم يدعى عمارا، وكان من نسل الجن القدامى الذين عاشوا في عصور ما قبل الطوفان. قال له: يا نبي الله، إنما رأيته في أرضنا ليس إلا جزءا يسيرا مما هو أعمق، هناك طبقات أخرى لم يصلها نور ولم تعرف صوت السماء، فيها جن ليسوا كالآخرين، لا يعبدون شيئا ولا يشبهون أحدا. أولئك لا يتكلمون لغة البشر ولا الجن، لكنهم يعرفون القوة ويخشون فقط من كان أمره من عند الله. هنا حدق سليمان عليه السلام في عمار بعينين ثاقبتين وقال: هل بلغهم خبرنا؟ قال عمار: لم يبلغهم شيء، وما وصل إليهم نداء منذ أن خلقت الأرض، وقد بنوا ممالك تحت النار يحيون فيها بلا نهار، يملكون كنوزا لم ترها عين، وجواهرا ليس لها اسم، ومنهم من يظن نفسه خالقا، ومنهم من اختفى عن كل كائن منذ آلاف السنين، يخشون النور ويكرهون العدل، ويرون في الطغيان حياة. سكت سليمان برهة ثم قال: فإن كان في الأرض من لم يسمع، وجب علينا أن نبلغ، ولن ندع أحدا حجة يوم الدين. أمر الجن أن يحفروا له بابا إلى الأعماق، وبدأت رحلة أخرى، هذه المرة نحو العمق الأشد ظلاما والأكثر رهبة. لم تكن الرياح مركبه هذه المرة، بل الأرض ذاتها كانت طريقة تشق له ممرا تحت الصخور والجبال، وتكشف عن كهوف لم يدخلها أحد. وراح يتقدم ومعه رهط من الجن المؤمنين، لا يتكلمون بل يهللون بصوت خافت. كلما نزلوا طبقة اشتد الظلام وخفتت الأصوات، وازدادت الأرض حرارة وغرابة، حتى بلغوا أرضا لا نور فيها، كل شيء فيها يتحرك ببطء، الصخور نفسها تتنفس، والهواء كأنه دخان كثيف لا يرى ولكنه يحس. وهناك وجد قوما من الجن لا يبدون كالبشر ولا كالجن المعروفين، أجسادهم طويلة ملتوية، أعينهم سوداء بالكامل، لا جفن فيها ولا بياض، وكانوا يعيشون في صمت، لا أصواتا ولا كلاما، بل تواصل بالنظر والحركة. اقترب سليمان بخطو ثابتة، ولم تخب عزيمته، فهو لا يخشى من خلق الله ما دام الله معه، فأشار بيده فجلس الجميع، ثم قرأ عليهم آيات من كتاب الله، فتغير وجه الأرض، وبدأت الصخور تهتز، وكأن صدى كلامه شق ظلامهم، لكن لم يجيبوه. ظلت تلك الكائنات تراقب سليمان في سكون مريب، حتى اقترب منه أحدهم وكان أطولهم، وعلى جبينه أثر كأنه وميض قديم، فقال بلغة لا صوت لها: لماذا نزلت إلينا؟ رد سليمان بصوت جهير:
لأبلغكم رسالة الله وأدعوكم إلى الإيمان، فمن آمن فله السلام، ومن أعرض فإن له وعيد الله. فقال ذلك الكائن الغريب: نحن لسنا كباقي الجن، لا نؤمن ولا نكفر، نحن نعرف القوة فقط، وإن كنت قوياً أثبت لنا أنك صاحب سلطان. هنا رفع سليمان عليه السلام يده وأمر الرياح أن تهب حتى في أعماق الأرض، وفتح يده فخرج نور كالشمس لم يره أولئك الجن من قبل، فانشق الظلام وارتعدت الأرض وسجدت الصخور،